الإصابة وآثار جروح تضييع التتويج بكأس رابطة أبطال إفريقيا منذ سنتين لم يندم بعد في قلوب محبي نادي اتحاد الجزائر حينما خطفت الغربان الكونغولية حلم التتويج التاريخي بأبناء سوستارا. اليوم الاتحاد يعود من جديد لهذه المنافسة بنفس وعزيمة لا مثيل لهما، والهدف الذي سطرته إدارة الاتحاد هو بلوغ النهائي والتتويج بالبطولة، حلم يؤمن به الجميع ببيت اتحاد العاصمة. والحمد لله على التأهل تاعنا لدور المجموعات هذا، والحمد لله ثاني اللي ما طولش جات بعد عامين فقط هذه من لعبنا وين نشطنا النهائي. الحمد لله اليوم بعد عامين ندخلوا في دور المجموعات هذه ان شاء الله. احنا الاهداف تاعنا باينين، خاصه وين في 2015 وين وصلنا النهائي. دونك احنا عندنا لاعبين اللي اكتسبوا خبره من هذه الدوره. بون احنا ان شاء الله نديروا اللي علينا ان شاء الله باش لماذا نعاودوا هذا الدوره تاع 2015 ان شاء الله. المشاركة تاعنا في 2015 في اللاعبين، الإدارة، الجمهور يكتسب خبرة كبيرة في رابطة أبطال إفريقيا. والحمد لله السنة هذه اتحاد العاصمة يعود من جديد في دور المجموعات بعدما تأهلنا على حساب فريق كبير المستضعفين. إن شاء الله اليوم المجموعة نعرفوها، منافسين أقوياء معروفين على الساحة الكروية على قدم وساق من أجل تحقيق المبتغى واعتلاء عرش القارة السمراء، وكل الإمكانيات متوفرة. تركيبة من أصحاب الخبرة والشباب يقودهم مدرب محنك عارف لأحوال إفريقيا اسمه بول بوت، باحث الكرة في بوركينا فاسو والباحث عن مجد مع سوستارا. Pour animer l'équipe de l'ISMA, je suis revenu avec une loupe. Il y a des qualités entre les joueurs. Malheureusement, quand je suis venu, il y en a eu beaucoup de blessures. Et maintenant, quand on va récupérer les gens qui sont été blessés, alors le temps passe, c'est très court pour avoir finalement à 100%. Aussi avec le match avec la presse qui s'est passé, c'est pas efficace, c'est pas évident. Et de toute façon, on va essayer de sauter, mais je trouve que les USMA, ils ont la qualité. Ils sont aussi des jeunes pour le futur qui peuvent trouver beaucoup de choses à USMA et aux supporters. المدرب هذا معروف على الناحية الساحة الإفريقية، وين شفنا وجده مع المنتخب بوركينا فاسو. نظن أن اليوم عندنا مدرب اللي يعرف إفريقيا، وأنا نظن أن الكرة الإفريقية قاعدة في تحسن في تطور. أنا نظن بلي المأمورية ما راح تكون سهلة، نعرفوا بلي راح تكون صعيبة. احنا إن شاء الله مع هذا المدرب هكا إن شاء الله نديروا اللي إن شاء الله باش نروحوا بعيد إن شاء الله. كل شيء المدرب قبل كان خدم في بوركينا فاسو اللي تحصل نتائج جيدة مع المنتخب البوركيني. احنا نحاول نخدموا كما الطريقه تاع المدرب. كل مدرب عنده طريقه تاع عمل. احنا نمشيو في الطريقه تاع العمل تاعو. صح عنده خبره وعنده تجربه في القاره الافريقيه. احنا كلاعبين راح نطبقوا كل التعليمات تاع المدرب تاعنا وراح نستفادوا منه، لانه دوم كما قلت خدم كثير في القاره الافريقيه، وهذا شيء ايجابي للفريق اللي راح يعاون الفريق في هذا الدورة ان شاء الله. لان المدرب هذا كي جا اتحاد العاصمه مدرب معروف، شيء جا اتحاد العاصمه باش يدير اسم المدرب اللي حكم منتخب بوركينا فاسو اللي وصل بها للنهائي. احنا اللاعبين كان عندنا فرصه كي رحنا لبوركينا فاسو، شفنا بلي المدرب هذا قادر بزاف يفهمها. دونك سي المدرب هذايا يقوم بعمل كبير. حنا مع فريق اتحاد العاصمه او يقوم بعمل مليح في التدريبات، عنده يعرف كيفاش يتعامل مع اللاعبين، كيفاش يتعامل مع الطاقم تاعو. وحنا نتمناو ان شاء الله يوفر لنا هذه الخبره تاعو والتجربه باش يسمح لنا نروحوا لابعد
ابعد دور ان شاء الله في كاس العالم. الظفر بنجمة إفريقية تزين خزائن نادي اتحاد الجزائر هو حلم كبر مع عم عزيوز منذ طفولته، وهو الشاهد عن أفراح وخيبات النادي منذ استقلال البلاد عام 1962. يعود بنا اليوم إلى تلك المحطات. الوثائق الرسمية اللي بعثوها الرابطة تاع الجزائر هانذاك في 5 جويلية 37 الرسميين في قهوة الرياضات اللي جاية في حاليا في زنقة حاج عمر اللي كانت لا ريفوز. هذه قهوة الرياضات. هنا اللي رسميا في الوثائق اللي دفعوهم في الرابطة تاع كرة القدم العنوان تاعها كان هنا في قهوة الرياضات كافي دي سبور، وكان الرئيس الأول تاع اتحاد الجزائر هو علي زياد رحمه الله. في رمضان على السحور في السلطان تلاقينا تأتي مدة وشهور على بالي خدمة الأصل فيك. رانا في حي سلطانة، حي مشهور مع حياة اتحاد الجزائر، وسماوها سلطانة قبل ما يدخلوا فرنسا. كان السور اللي يحوز على الجزائر كان يدور للتما ويقولوا السور والسطارة فوق كان بعض منهم لعبوا في اتحاد الجزائر، وكان بعضهم مجاهدين توفوا بعد 62 منهم عمر حمادي اللي سماو عليه السطاد عمر حمادي، وعندك حميد شيبان مجاهد ولاعب في اتحاد الجزائر. كان عمر بوديا اللي كثير المصاب في باريس 73 اللي كان وقت الدراسة في فرنسا. كان الياس هندي كان هو حاكم الريزو تاع لي بوم والريزو تاع الاخر، وكان هو حاكم المحل هذايا. رجال وكان يلعبوا كان مجاهدين تاع الحي تاع الصبار تاع الجهه هذا، وكانوا شهداء وكانوا عبد الرحمن مزيان لاعب اتحاد الجزائر بعدما غاب في نهائي رابطة أبطال إفريقيا عام 2015 عندما كان على شكل إعارة لنادي أمل الأربعاء، يعود اليوم من جديد إلى بيته اتحاد الجزائر، وعينه هذه المرة على لقب يثري مساره الكروي. أقول لك بلي العودة كانت قوية، ما كانت نتائج مليحة. العام اللي فات كان اتحاد العاصمة كان في النهائي تاع دوري أبطال إفريقيا. هذا العام رانا نعاودو باش نكونو إن شاء الله بربي في النهائي. كنا باش نحوسو نكونو بطل، حنا تاع حنا البطل ما كتبتلناش. إن شاء الله حنا دوكا راني نحوسو على دوزيام بلاصة إن شاء الله. المشاركة تاعي كانت جد إيجابية. نقدر نقول لك بلي لعبت بزاف ديال الماتش، واللي مازال ما كملش الشامبيونا، البطولة مازال ما انتهاش وانا مازال نلعب. الحمد لله يا ربي وين زدت البليس اللي تاعي هذاك هو ليسونسيال. هو انسان طيب، انسان خلوق ما شاء الله، يكون مثال ان شاء الله للاجيال اللي راهي طالعه، ونتمنى له كل خير ان شاء الله. بدنا راه نشرف العائله، بدنا الناس نشرف الولايه، وان شاء الله يزيد يشرفنا مع اتحاد العاصمه في كره التغريق. زيد بينا ان شاء الله، وان شاء الله ليك يفتح الله فينا، وان شاء الله يجيبونا لكم. بقلم يسيل حبا
يجرد عمي سيوز أحاسيس عشقه لنادي القلب في رسائل يرمي بها إلى شواطئ المحاذية لمعقل النادي لتمضي بين الأمواج العاتية لتصل إلى بر الأمان. يا الورقة بك يسبب يسعد لي الميعاد يسعد لي الميعاد منا ونطلبوا من هاد اللاعبين يديروا المجهود باش ان شاء الله هذا العام تكون اتحاد الجزائر بطل افريقيا. رسالة تعزيز هذا المناصر هذا الوكيل هذا تاع الاتحاد. حنا نقول لك باللي راح نديروا اللي علينا اي لاعب راه واعي بالمسؤوليه هذه اللي راهي تنتظر فينا وان شاء الله نفرحوك ونفرحوا كاع المناصرين تاع الاتحاد ان شاء الله ومن نشرفوا الجزائر. انا نقول لك باللي ان شاء الله نفرحوك ان شاء الله وان شاء الله نهدي لك هذه الكاس هذه ان شاء الله. مسافة الميل تبدأ بخطوة، فقبل الوصول إلى دور المجموعتين لرابطة أبطال إفريقيا استطاع اتحاد الجزائر تخطي ما واجهه من عقبات في الدور التمهيدي، خصوصا ما عاشه أشبال المدرب بول بوت من جحيم في بوركينا فاسو أمام نادي كاديوغو، وأعمال الشغب التي عرفتها مباراة تمكن من خلالها الاتحاد من اقتطاع تأشيرة المرور لدور المجموعتين. احنا في المقابلة الأولى اللي لعبناها في ملعب تاعنا في بولوغي كانت ربحنا الفريق البوركيني ربحنا هدفين مقابل 0 اللي خلاتنا النتيجة ما كانتش مطمئنة كثير باش نلعبوا بارتياح تام. احنا رحنا لبوركينا باش نحققوا نتيجة إيجابية. في الأول كانت المقابلة صعبة، تشوف الحرارة تشوف المناخ تاعهم. احنا كان ديجا طقس الجزائر كان برد، ورحنا لبوركينا كانت حرارة كثير. هذا ما خلقناش ما كانش راح يخلق لنا صعوبات كثيره الحمد لله. في المقابله احنا ادينا مقابله جيده. تشوف كان الغيابات كثيره، كان عده لاعبين غايبين في المقابله تاع في بوركينا. تشوف اول شيء كانت صعبه كثير كي تشوف الحكم وتشوف الفريق البوركيني كان يصر باش يسجل. احنا كنا كلاعبين درنا اليد في اليد ولعبنا دفاعيا لعبنا جيدا، طبقنا التعليمات تاع المدرب تاعنا. المقابلتين كانت صعبه خاصه في اللقاء يعني في الاياب وين تلقينا يعني فريق يعني بغير الروح الرياضيه وكان فيها استفزاز وكان فيها الحمد لله الفريق تاعنا يعني صمد ورغم خروج سعيود في اللقاء تقريبا في الشوط الاول كان ربما في الفريق يعني كانت روح قتاليه، كانت روح رغبه في التاهل يعني. والحمد لله المجموعه قامت بالدور تاعها رغم يعني الصعوبات في هذا اللقاء. أب عن جد يورث عشق اللونين الأحمر والأسود في قلوب مناصريه، واتحاد أمانة تسلم من جيل إلى جيل. فمجموعة روسينيرو
من بين من يحملون مشعل إسماع صوت فستارة ليضوء أنحاء الجزائر وخارجها، وخزائن كلماتهم قد تكون ممن وثقه أسلافهم. ليصمنا يا وليك حالف بالله ما نخليك أقلام أمور عزيزة فيها. بطبيعة الحال القدامى خلونا الأمانة هذه وعطونا المشعل باش نشدوه، والأمانة هذه نحن نبقوا مع اتحاد العاصمة ونوقفوا معها باللي كان بأي كان نوقفوا معها، نوقفوا مع اتحاد العاصمة نشجعوها نناصروها إلى آخر دقيقة. نحبوا كثير هذا المنافسة هذه، خاصة رابطة أبطال إفريقيا. شفنا في 2015 هذاك الدعم هذاك اللي كان يجي الملعب عمر حمادي، كانوا ما يجوا معنا خارج الوطن. دونك إن شاء الله حنا لاعبين راح نقوموا بكاع كلش عندنا من المجهودات باش إن شاء الله نوصلوا هذا الفريق هذايا لي زوبجيكتيف تاعنا إن شاء الله. ناصر هو اللاعب رقم 12 في الفريق اللي مفروغ منها. حنا كي تشوف الاجواء الخياليه اللي يصنعها الجمهور تاعنا في المدرجات، اول شيء يكون راح يعطيك دافع باش تمد 200% ولا تمد 1% من 200%. حاجه اي لاعب يتمنى يلعب امام جمهور كما الجمهور تاعنا، جمهور اتحاد العاصمه اللي انا نظن باللي هو احسن جمهور في الجزائر. هذا مكسب للفريق كي تشوف الجمهور يساندك من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه الاخرى، وتشوف الجمهور يطالبك باش تكون النتيجه ايجابيه والفوز. راح تمد واش تقدر في الميدان، راح تمد الماكسيموم تاعك. مجموعة متوازنة أوقعت نادي اتحاد العاصمة في مواجهة نائب بطل رابطة أبطال إفريقيا الزمالك المصري رفقة أهلي طرابلس الليبي وكاب يونايتد من زيمبابوي. لكن الأهم في ذهن اللاعبين هو الوصول إلى الهدف المنشود وتسيير المشوار مباراة. Je trouve un petit peu un groupe costaud avec le Zamalek qui a prouvé sa qualité avant. Aussi, Tripoli, une très bonne équipe, ils ont prouvé ça aussi dans le passé. Ils voient que, je le sais, les déplacements là-bas, c'est pas facile. Moi, je trouve un groupe costaud, mais une fois que tu rentres dans les phases des pôles de Champions League, tu le sais, il n'y a pas aucun match qui c'est facile. Alors, c'est à nous de montrer notre qualité et Inch'Allah, on va se qualifier pour le quart de finale. أنا نظن أن المجموعة متكافئة. نظن كل فريق راح يلعب الحظوظ تاعه باش يتأهل للدور الربع النهائي. كل فريق قادر باش يروح للدور الربع النهائي، ما فيش ولا فريق ضعيف ولا فريق اللي راح يستسلم ولا. أنا نظن ما كاش فريق مرشح بقوة اللي راح باش يتأهل. خاصة أنا نشوف الكرة الإفريقية اللي كما قلت لك راهي في تطور، كل فريق راهي يحسن المستوى تاعه، كل فريق راهي يتطور. إن شاء الله احنا ان شاء الله اللاعبين واعيين بالمسؤوليه اللي راهي علينا ان شاء الله، ولما لا ان شاء الله نعاودوا الدوره اللي درناها في 2015 ان شاء الله.
وانا بالبرصه واحد بالبرصه واشاك فوا يقول لي نربح نربحوا هنا ان شاء الله. واش نقول لك اليوم تاعي نقضيه مع كاين صحابي يجوا معايا يجوا عندي للدار تما باسكو اليوم تاعي كاع نقضيه في المنزل. نروح للتدريب عندي الصباح نروح نصلي نعاود نرجع نرقد شويه نعاود نروح للتدريب نروح نونطيني الصباح نعاود مور لونطينمون ندخل ندير لاسياس تاعي. العشيه يكونوا عندي صحابي نريحو في الدار نلعبو بلاي نسو هكدا نضحكو ومن بعد في الليل نخرجو نروحو نتعشاو نعاود ندخل للدار. ما عنديش ما نخرجش بزاف من الدار ما عندي لونطينمون. رابطة أبطال إفريقيا هذا الموسم بالنسبة للاتحاد ستكون عنوانا للتحدي يثبت فيه زملاء الحارس لمين زرانوش أنه ما حدث هذا الموسم وما ضيع من ألقاب لن يكون سوى كبوة جواد وغيمة صيف. Il faut toujours passer de réalité dans le football. Si on dit qu'on a raté la Coupe d'Algérie, c'est vrai. On était ramené avec les pénaltys, c'est vrai, c'est dommage. Dans le championnat, rien n'est joué jusqu'à présent, alors on doit toujours avoir le moral et toujours croire dans notre possibilité, même si c'est difficile, dans le football, tu ne sais jamais. Alors ça aussi, on va continuer dans le Champions League. Ça, c'est quelque chose que tu as en main. Maintenant, c'est à vous de garder ça en main. Ça, c'est le joueur ce sont les acteurs qui vont le faire. Maintenant, je suis sûr et certain que chaque joueur entre nous, ici à Isma, qui porte le nom de Zico à Isma, qui veut montrer son meilleur pour aller les loin dans le Champions League. بالفعل ان كل سنه وعندها كنقولوا حنايا ربما بلغنا في فتره فراغ ربما كانت فيه تغيرات نوعا ما لان هي احسن طريقه هي يعني كنقولوا حنا الفريق لازم يكون فيه استقرار والحمد لله يعني في الفتره هذه الاخيره كان فيه استقرار في الفريق. الطاقم الفني راه يعمل باش نكونوا في المستوى. تبقى احنا مسؤوليتنا باش نقدموا كل الامكانيات باش يكونوا اللاعبين يعني جاهزين باتم معنى الكلمه من كل النواحي. عندنا مسؤوليه احنا كطاقم فني واللاعبين عندهم دور في الميدان يعني يبقى الفاصل هو البساط الاخضر وحنا اللي نتمناو يكون اللاعب واعي لان باش تلعب هذه اللقاءات هي حافز ليك كلاعب. ربما هذه فرصه لاي لاعب يكون له الشرف باش يلعب هذه اللقاءات. الاتحاد يواصل التحضير لأول مباراة له في الدور المجموعتين حينما يستقبل أهلي طرابلس الليبية. ورغم توقف البطولة والمنافسة يبحث بوربوت عن حلول تجعل لاعبيها جاهزين لهذا الحدث القاري. Oui, sur certains, c'est pas un avantage. On a vu ça aussi dans le match du championnat qu'on a joué, les deux matchs contre les Canadiens. C'est toujours au début qu'on a des difficultés pour rentrer dans le match, pour trouver le tempo. C'est normal, si tu n'as pas joué plus qu'un mois de championnat. Alors, c'est pas facile. Maintenant, il y en a des matchs qui suivent. Maintenant, je pense que ça va nous aider beaucoup pour rencontrer notre pays des matchs domestiques. Et c'est à nous aussi, mentalement, d'être prêts parce que les matchs se jouent aussi dans la tête, pas seulement avec les pieds. Alors j'espère que tout le monde soit comprendre et être conscient que c'est une chance que tu ne vas pas avoir tous les années de jouer les Champions League. Alors maintenant, c'est à nous de montrer notre valeur. التحضير للعرس القاري انطلق من الآن بمعقد نادي اتحاد العاصمة مثلما بدأت مجموعة روسانيرو
بالاستعداد لإطلاق مجموعة أغاني تحاكي فيها علاقة وحاضر وطموح أبناء سوستارا. عشت قلبي عشت كثيرة عشت كثيرة ما يشمل حبيبك بالليرة أنا بالليرة والعالم يا الله نسوق ليك أمامي فيها هي والعالم اللي حبيته صفاتي هي المحتاجية العاصمية آلية بضلول على استلام يتعدى فوزي مراد التمهيد كرة عطاء الجولة القادمة عندما يستضيف الزمالك كرة إمكانية خطيرة ما زالت الخطورة دائما في اتجاه الابرياء مامينو جول رونالد شيتشيو يفتح مجال الترجيح لكابس يونايتد امام دفاع يتفرج. هذه المخالفة هنا ولا نضال فعلها أيوب عبد الله ويسجل هدف في منتهى الروعة. ارتقى فوق مدافعي كابس يونايتد وارتقى فوق رفقائه في اتحاد العاصمة. ما زالت الكرة زيمبابوية جول ثاني في العشر دقائق الأخيرة من عمر المباراة.